السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبتدي اول محاضرة من الكورسات بتاعتنا، وهنبتدي باول كورس اللي هو السوفت وير. الكورس دوت هنعرف كل تفصيلة عن السوفت وير، مش مجرد ان انا بعرف الكونسبت، بعرف الفرق بينه وبين الهاردوير بنفس الليكتشر مع كورس الكمبيوتر. لا، انا هنا كورس بحاله بيتكون من 6 أو 8 محاضرات، بعرف السوفت وير كشكل كامل بطريقة العملي والطريقة النظرية. نبتدي الليكتشر بتاعتنا بأول حاجة. علشان أبدأ أول حاجة في الكورس بتاعي بشوف التايتل. طب هو التايتل ده بيتكلم عليه؟ ان انا كده عايز ادخل من ناحية الكونسبت. فانا عندي هنا ان السوفت وير ده refer to ال program and instruction that control the function اوف الكمبيوتر. يعني ايه؟ يعني انت عندك هنا ان السوفت وير دوت عبارة عن برامج، عبارة عن تعليمات هي بتتحكم في الكمبيوتر. انا عارف ان الكمبيوتر بيبقى ليه وظائف معينة، ان هو بيجمع الداتا بتاعتي، بيعمل لها عملية معالجة ماشي من خلال اللوجيك اوبريشن والماثماتيكال اوبريشن. هنا بقى مين اللي بيعمل كل دوت؟ السوفت وير. يبقى انا عندي هنا ان الكمبيوتر كل عملية بيقوم بيها، كل وظيفة الكمبيوتر بيقوم بيها دي بتتعمل من خلال السوفت وير، اللي هو بيكون من خلال البروجرام والانستراكشن. تمام تمام. راح جه بعد كده بقى في تاني حاجة، قال لي إن السوفت وير دوت عبارة عن intangible part of الكمبيوتر سيستم. أنا دلوقتي عندي نظام كمبيوتر. إيه هو نظام الكمبيوتر؟ والله أنا نظام الكمبيوتر بداية اللي هو عبارة عن input processing output، عبارة عن data بعمل لها عملية processing بتطلع لي output. كل ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال الانتنجبل بارت في الكمبيوتر. الكمبيوتر عندي بيتقسم لحاجتين، عندي تنجبل بارت وعندي انتنجبل بارت. يعني ايه بقى تنجبل بارت؟ تنجبل بارت ماشي اللي هي الاجزاء الملموسه ديت، الحاجات اللي بقدر المسها، اقدر اشوفها، اقدر اتحكم فيها بايديا، هو ده الهاردوير. تمام. الهاردوير اللي هو زي الماوس، الكيبورد، الكيسنج، المذر بورد، كل دوت ماشي، دي حاجات تنجبل اقدر اتحكم فيها، اقدر المسها بايدي، فده بسميه الهارد. السوفت وير بقى قال لي لا، ان السوفت وير ده عباره عن انتنجبل بارت، دي بتكون اجزاء غير ملموسه. طب الاجزاء الغير ملموسه ديت زي ايه؟ قال لي ما هي ديت اللي هي البرامج والتعليمات اللي بتبقى موجوده في الكمبيوتر. انت ما تقدرش تشوفها، ما تقدرش تتحكم فيها، بس ممكن تتحكم فيها من عن طريق البرامج ومن عن طريق انستراكشن معينه وستيب معينه انت بتقوم بيها. تمام. فكل دوت بقى يروح يوديني ان الانستراكشن ديت هي ديت اللي بتقول للكمبيوتر يعمل ايه وما يعملش ايه. يبقى الكمبيوتر علشان يعمل اي فانكشن مش بيعملها كده بمزاجه، لا، ده في خطوات لوجيكال، في خطوات ارثماتيكال. تمام. اللي هي الخطوات الماثماتيكال الكمبيوتر بيقوم بيها من خلال انستراكشن معينه. الانستراكشن المعينه ديت هي ديت اللي بتكون السوفت وير. تمام تمام. يبقى السوفت وير واحد دوت عبارة عن بروجرام، عبارة عن انستراكشن بيعمل كنترول للفانكشن بتاعتي. السوفت وير ده عبارة عن intangible part، تمام، في الكمبيوتر سيستم. الانستراكشن ديت بتعرف الكمبيوتر يعمل ايه وبيعمل. طب احنا جبنا بقى سيرة الهاردوير وجبنا سيرة السوفت وير، هل في اختلاف ما بينهم؟ طبعا في اختلاف كبير جدا بين الهاردوير والسوفت وير. ليه بقى؟ بيقول لي بقى ان الهاردوير دوت هو ده البادي اوف الكمبيوتر، جسم الكمبيوتر هو الهاردوير. تمام. ليه بقى؟ لان انا ما اقدرش يبقى عندي كمبيوتر من غير ما يكون عندي جسم ليه. الجسم دوت اللي هو ايه؟ الجسم دوت اللي هو مثلا بيكون الشاشة، بيكون الكيسة بتاعتي. الكيسة دي بتتكون من حاجات، بتتكون من ماذر بورد، بتتكون من باور سبلاي، بتتكون من اسلاك. مش الحاجات دي كلها بقدر المسها بايدي؟ اقدر المسها بايدي. يبقى طالما الحاجات دي كلها اقدر المسها بايدي، يبقى ده بقول عليه الهاردوير. تمام. يبقى انا الهاردوير ديت الحاجات، ده جسم الكمبيوتر، ده الحاجات اللي تخليني اتعامل مع الكمبيوتر. هو انت لما تيجي تسلم بحد مش بتسلم بحد بالايد؟ تمام. الايد ديت تعتبر هارد. الايد ديت بقى اللي هي الماوس بتاعت الكمبيوتر. تمام. طب السوفت وير بقى، قال لي السوفت وير هو ده البرين
العقل بتاع الكمبيوتر اللي هو بيخلي الكمبيوتر وبيقول للكمبيوتر يعمل ايه وما يعملش ايه. تمام. يبقى الاختلاف البسيط ان الهاردوير ده البادي بتاع الكمبيوتر، بس السوفت وير ده البرين بتاع الكمبيوتر، والبرين ده اللي بيقول للناس بيعمل ايه وما يعملش ايه. تعالى هنا بقى نتكلم على الديفينيشن. فبيقول لي ان الهاردوير ده physical part of الكمبيوتر that you can touch. يبقى انت عندك الهاردوير دوت الاجزاء الملموسه. فيزيكال هنا معناها ملموسه، مش معناها فيزيائيه. فبيقول لي ان الهاردوير ديت الاجزاء الملموسه ان انت تقدر تلمسها. بس السوفت وير ده عباره عن برامج وتعليمات اللي بتخلي الكمبيوتر يشتغل. تمام. يبقى اللي بيخلي الكمبيوتر يشتغل ده السوفت وير، اللي بيساعد الكمبيوتر ان هو يشتغل ده الهاردوير. تمام. تعالى بعد كده بقى على الفانكشن. الهاردوير اول حاجه ده بيعمل الفيزيكال اوبريشن. ايه بقى الفيزيكال اوبريشن؟ الفيزيكال اوبريشن انا ببقى عايز اتحكم مع الماوس، ادوس على حاجه، اختار حاجه، الكيبورد علشان اكتب. تمام. يبقى الهاردوير اول فانكشن عندي ان هو بيعمل الفيزيكال اوبريشن. تاني حاجه سبورت السوفت وير، ده اللي بيساعد السوفت وير. هو انا دلوقتي عشان اعمل حاجه في السوفت وير مش محتاج ان انا اتحكم في الكمبيوتر؟ ما هو التحكم في الكمبيوتر ده بيكون من خلال الهارد. علشان كده بيقول لي ان الهاردوير هو اللي بيدعم السوفت وير. يبقى خلي بالك الهارد بيعمل سبورت للسوفت وير. طب السوفت وير ما عندوش غير وظيفه واحده، ان هو provide instruction to perform a specific task. انا دلوقتي عايز اعمل حاجه معينه، عندي مهمه معينه عايز اعملها، علشان اعملها بعملها من خلال السوفت وير. تمام. طب هنا بقى الديفولمنت ايه؟ التطوير اللي انت بتعمله في الهاردوير والسوفت وير. قال لي والله الهاردوير دي حاجات ملموسه، بتكون اجهزه فبتتعمل من خلال المانيفاكتشرنج يوزنج الكترونيك الكومبوننت. احنا عارفين دلوقتي ان الكمبيوتر او المودرن كمبيوتر بقى معمول من الدوائر الكهربائيه او الدوائر الالكترونيه اللي هي المذر بورد. فقال لي دلوقتي انت عشان تصلح الهارد، تمام، بتعمل اجهزه جديده، بتعمل تصنيعات جديده، بتعمل انتاج جديد. الانتاج الجديد ده بيكون من خلال مكونات الكترونيه. يبقى انت خلي بالك بتعمله من خلال ادوات الكترونيه مش من ادوات ميكانيكيه. تمام. طب هنا بقى السوفت وير بتعمل التطوير من خلال استخدام لغات البرمجه. انا دلوقتي عايز اعمل تاسك معين، التاسك دوت بيبقى ليه مجال معين، وانا قلت لك ديت عباره عن انستراكشن وعباره عن بروجرام. يبقى بروجرام يعني بروجرامنج، يبقى ليها لغات برمجه. احنا هناخد بعدين ان كل مجال برمجي او كل مجال سوفت وير بيبقى ليه لغات برمجه معينه. يبقى احنا كده اخدنا السوفت وير. يبقى السوفت وير كاختصار ده بروجرام، ده انستراكشن، ده انتنجبل بارت. كل دوت ماشي بيساعد الكمبيوتر ان هو يشتغل، بيقول للكمبيوتر يعمل ايه وما يعملش ايه. الاختلاف ما بين الهاردوير والسوفت وير ان الهاردوير ده البادي بتاع الكمبيوتر، بس السوفت وير ده المخ بتاع الكمبيوتر، ده العقل بتاع الكمبيوتر نفسه. تعالى بقى يا سيدي ندخل على التايبس اوف السوفت وير. السوفت وير ليه انواع، هما 3 انواع ملهمش رابع. اول حاجه سيستم سوفت وير، انظمه السوفت وير، ابلكيشن السوفت وير، تطبيقات السوفت وير، والبروجرامينج سوفت وير، برمجه السوفت وير نفسها. ايه هو بقى سوفت وير سيستم؟ انظمه السوفت وير ديت يا سيدي help run the computer hardware and the system itself. قال لي ده يا سيدي بيساعد ان الكمبيوتر يشتغل، ماشي، والنظام نفسه يشتغل. ودوت بقى اللي هو بيكون الاوبريتنج سيستم. يعني ايه بقى اوبريتنج سيستم؟ بيقول لي ان اوبريتنج سيستم ده نظام التشغيل. نظام التشغيل دوت اللي هو بيخلي الكمبيوتر اصلا يشتغل. من الاخر اللي هو الويندوز. مش انت لما الويندوز بتاعك بيقع الكمبيوتر مش بيشتغل، فبتضطر ان انت بتعمل له ويندوز. فبيقول لي بقى ان السوفت وير سيستم ده اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي هو بيخلي الكمبيوتر ان هو يشتغل. تمام. طب هو انا عندي ويندوز بس؟ لا، انا عندي انواع كتير جدا. عندي ويندوز، عندي لينكس دوت مهم جدا، تمام، في الجزء بتاع السايبر سيكيورتي وفي البروجرامينج عموما. عندي بعد كده الجزء بتاع شركة ابل اللي هو ماك او اس اللي هو بستخدمه في الكمبيوترات واللابتوب. وعندي ايفون او اس دوت بتاع
الموبايلات طبعا عندي بقى الأجهزة العادية زي الأندرويد اللي هو بيكون موجود في سامسونج وريدمي وشاومي وأوبو والحاجات دي كلها. خلي بالك إن نظام التشغيل اللي هو بيكون مخصص بشكل خاص للبروجرامينج هو لينكس. تمام، واكتب المعلومة دي عندك عشان هسألك عليها في الامتحان. ويندوز ده أرخص نظام تشغيل، وويندوز في منه أنواع أو في منه فيرجنات. في ويندوز 7 أو ببدأ بالإكس بي، ويندوز إكس بي، ويندوز 7، ويندوز 10، ويندوز 11. ويندوز إكس بي مبقاش دلوقتي مطلوب أو مبقاش بيشغل كل الحاجات عندي، هو نظام تشغيل بس كده بيخلي الكمبيوتر يشتغل، مثلا تحط عليه فيديوهات، تتفرج على أفلام ومسلسلات وهكذا، بس ما بيشغلش نت. ويندوز 7 ما بيشغلش تلات ارباع البرامج ومنها برامج البرمجة. فانت عايز تستخدم نظام ويندوز عادي بتستخدم من اول نظام 10. تمام. طبعا كل ما انت بتزود البروسيسور بتاعك وبتزود الرامات بتاعتك، كل ما الويندوز يبقى سريع معاك. تمام. الشركة اللي هي عاملة نظام ويندوز هو شركة مايكروسوفت. اكتب كل دوت عندك. ماك او اس ده شركة ابل، وده بيبقى غالي جدا جدا جدا، عشان كده الناس بتروح اكتر لنظام ايه، لنظام الويندوز لانه بيبقى رخيص. نيجي بعد كده على تاني نوع عندي ابلكيشن سوفت وير. ايه هي بقى الابلكيشن سوفت وير؟ ابلكيشن سوفت وير دي بتساعدك ان انت تعمل السبيسيفيك تاسك عشان اعمل مهام معينه. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اكتب كلمات، عايز اعمل معالجه كتابيه. معالجه كتابيه بستخدم مثلا برنامج مايكروسوفت وورد، ده هناخدوه بالتفصيل في المحاضرة التانية. عندي بعد كده برنامج تاني جوجل دوكيومنت، ده بديل لمايكروسوفت وورد. طب انا عايز استخدم سبريد شيت. ايه السبريد شيت؟ السبريد شيت دي بتكون صفحة بستخدمها لتحليل البيانات، فاستخدم طبعا اكسل. طب انا عايز اعمل براوزر، عايز اعمل تصفح على الانترنت، عندك طبعا الكروم اللي هو اشهر واحد فيهم، بعدها على طول فايرفوكس. اخر حاجه بقى اللي هي البروجرامينج سوفت وير. تمام، دي زي ايه بقى؟ زي طبعا بايثون، زي سي بلس بلس، زي جافا، زي جافا سكريبت. عندك طبعا بايثون دي بستخدمها في الاي اي، سي بلس بلس وجافا بستخدمها في الابليكيشن، جافا سكريبت بتدخل اكتر في مجال الويب. النوتس اللي انا بقولها دي مش مكتوبه، مهمه جدا وسجلها عندك. خلي بالك بقى في معلومه مهمه جدا، ان HTML و CSS دول مش لغات برمجه. اي لغه برمجه عندي او اي حاجه تسمعها دي لغه برمجه، ما عدا HTML و CSS دي مش لغات برمجه، دي بستخدمها للتصميم، ده بيكون الاساس بتاعي مش اكتر. تمام كده احنا اخدنا انواع السوفت وير. تعالى بقى يا سيدي بقى على اخر حاجه. ايه هي بقى اهميه السوفت وير؟ السوفت وير اول حاجه ده بيعمل اوبريت للكمبيوتر سيستم، بيشغل نظام الكمبيوتر. بيرفورم السبيسيفيك تاسك، بيعمل مهام معينه. انت دلوقتي عايز تعمل موقع الكتروني، يبقى انت هتروح لحته معينه. عايز تعمل برنامج هتروح لحته معينه. قال لي بقى يا سيدي بيزود الافشنسي والبرودكتيفيتي. يعني ايه كلمه efficiency؟ يعني انا بعمل لك التاسك بتاعك في وقت قليل بمجهود قليل. فالسوفت وير بيساعدني في دوت، البرمجه بتساعدني في دوت. ان انا دلوقتي بقى الاي اي مثلا ده نوع من انواع البرمجه، فنوع من انواع السوفت وير بيخليني ان انا اعمل اي حاجه بسرعه جدا في وقت قليل، فهو دوت مصطلح الافشنسي والبرودكتيفيتي. بعد كده بقى كنترول للسمارت ديفايس، بيتحكم في الاجهزه بتاعتي. فبيقول لي بقى ان السوفت وير، بيقول لي ان السوفت وير دوت البرين، العقل اللي هو بيكون خلف كل الديجيتال اوبريشن فورم، اللي هو بيكون خلف كل اشكال العمليات الديجيتال اللي هي بتكون اصلا اساس للحوسبه في الادفانسد ارتفيكال انتليجنس اللي هو الاي اي. فالسوفت وير دلوقتي بقى هو ده اساس الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي، مفيش ذكاء اصطناعي من غير سوفت وير، مفيش سوفت وير من غير الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اصلا بدأ عندي من زمان قوي، وده هناخده ان شاء الله في المحاضرة الجاية. كده خلصت اول محاضرة لينا اللي هي اساس الكورس بتاعنا، اللي هو يعني ايه سوفت وير، السوفت وير بيتكلم على ايه. فدي محاضرة مهمة جدا، المصطلحات المهمة جدا هتساعدنا ان شاء الله في المحاضرات الجاية ان شاء الله. المحاضرة الجاية هنكمل اكتر مع السوفت وير ومع البرمجة. شكرا لكم.